طبق مكرونه سهل ولذيذ جدا ومش محتاج منكم اكتر من نص ساعه علشان تعملوه. جبت صدور فراخ كامله، شلت منها الحته اللي اسمها الموزه اللي هي التندر دي، ودقيتها من الحته اللي فوق علشان كلها تاخد نفس السوا. تبلتهم من الوش والظهر بتوابل الكيجن، وعامه مش محتاجين تشتروه كميكس توابل جاهز لان مكوناته موجوده في كل بيت، هكتبه لكم تحت في الكاتشب. نزلت الفراخ في طاسه سخنه فيها زيت زيتون 3 دقايق على كل جنب تقريبا لحد ما تاخد لون حلو. لما اتاكدت ان هي خدت لون حلو من كل جنب حطيتها وسبتها على نار هاديه جدا 5 دقايق علشان اتاكد ان هي خلاص استوت من جوه. في نفس الطاسه نزلت بصل متقطع شرايح رفيعه خالص وغطيته لمده دقيقه واحده بس عشان ينزل ميه اكتر ويسحب كل الطعم اللي في الطاسه. نزلت فلفل احمر متقطع رفيع خالص واديته تقليبتين مع البصل، مكعبين من الزبده وعليهم معلقه كبيره من الدقيق. قلبتهم لحد ما الدقيق استوى. معلقتين صلصه متسبكه، ممكن صلصه برطمانات عادي. بعدين كوبايه ونص من اللبن بدرجه حراره الغرفه. عاده بحب انزل بنص الكميه الاول عشان ادوب فيها كل الكلاكيات دي واتاكد ان مفيش اي تكتلات، وبعدين بنزل بباقي الكميه. تبلت الصوص بنفس ميكس التوابل، زودت معلقه صغيره من بقدونس مجفف ومعلقه صغيره من العسل. هقلب كل ده في بعضه كويس واشيل منه معلقتين على جنب. كنت مجهزه المكرونه اللي عايزاها طبعا مسلوقه، بس ناقص على سواها 3 دقايق علشان تكمل سوا في قلب الصوص. ممكن هنا تزودوا جبنه تشيدر، بتبقى طعمها رهيب جدا في المكرونه دي، بس عشان الصيام كنت حاباها تكون اخف اكتر. وكده المكرونه جهزت، غرفتها وحطيت فوقيها الفراخ، وعلى الفراخ معلقتين الصوص اللي انا شلتهم من شويه، وبس كده.